السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اسعد حال. آه عاملين ايه؟ كويسين؟ ايه رأيكم في الرجالة اللي ما بتسألش في امهاتها وابهاتها، ومحدش يقول لي كتر خير الرجالة دي مشغولة ومش فاضي ومش فاضي. لا، مش كتر خيرهم. الراجل اللي ما يسألش في امه وابوه ما يبقاش راجل. ايوه، ما يبقاش، يبقى جوز بط، جوز حمام يا قلبي. الراجل اللي ما يسألش في أبوه وأمه اللي ربوه وكبروه وخلوه راجل وتعبوا على ربايته، ما يبقاش راجل. ما يبقاش راجل وما يستاهلش انه يتجوز ويبقى له بيت. الراجل اللي ما يسألش في أمه بعد أبوه ما مات عشان خاطر يرضي مراته ويرضي أهل مراته، ما يبقاش راجل. يبقى جوز عصافير، يبقى جوز عصافير مش جوز بط. جوز بط غالي. اخص عليك وعلى كرامتك وعلى رجولتك وعلى دمك. في أم تشتاق لابنها عشان تروح تشوفه ومراته تزعطها. انت اللي بتشوفوه على فكرة من التمثيل وحاجات من دي، في واقع كتير على فكرة. لكن اللي انا بحكيه ده انا شفته بعناية. انا شفته بعناية. ست ربت ابنها وكبرته وجوزته. بس لما جوزته كانت مراته بتعاملها حلو في اول الجواز، وش كانت شايلاها على راسها. لكن بعد كده اديتها بالجزمة لانها جرشت ملحة جوزها. خلاص. جرشت ملح، انتوا فاهمين يعني جرشت ملح يعني ايه؟ يلي ما عندك دم، ما انت بكره وبعده هتبقي ام حما، وهتجوزي ولادك وهتشتاقي لولادك عشان تشوفيهم، ومرة ابنك هتضربك بالجزمة. يلي ما عندك دم، تذكري ان هي وحيدة وقاعدة في البيت لوحدها، محدش بيسأل عليها، مفيش غير ابنها ده بس. يلي ما عندك دم ولا اصل ولا رباية، وكل ما كل ده، انا عارفه انك انت مالكيش ذنب في ده كله. الذنب ذنب ابنها. شوف، رغم ده كله انت مالكيش ذنب، بس اصلك وسخ، بيئتك وسخه، ربايتك وسخه. لان انت لو طلعت من بيت نظيف وام صاينه جوزها وصاينه ام جوزها وابو جوزها، وشفت امك بتعمل كده، هتطلع تراعي حماتك وابو جوزك، والدنيا تبقى حلوه. ما بقولكيش اخو جوزك واخت جوزك، انا ماليش دعوه، انا بقولك على الاتنين دول المهمين، اهم حاجه في حياه جوزك. ده المفروض. ده المفروض ان هو ابوه وامه اهم حاجه عنده في الدنيا، لانه داين تدان. ما تداينتيش وولادك طلعوا بارين بيكي، مش معنى كده ان ربنا هيسيبك، لا والله. والله ربنا ما هيسيبك. هيبتليكي بمرض تعجزي وتسلي عشان تحتاجي لولادك ومش هتلاقيهم. النهارده ليكي بكره عليكي. وهرجع اقول برضو انت مالكيش ذنب، بس انت اهلك ما ربوكيش، معلموكيش يعني ايه الاصول. عشان تبك دم قلبها عشان تشوف ابنها وتستأذن الجيران وتتدسى وتشوف ابنها وهو جاي من الشغل من بعيد عشان تشبع منه، تستاهل ايه؟ تستاهل ايه بالذمة؟ تستاهل ايه؟ لو انتوا احكموا انتوا يعني لو جنبكوا واحدة بتروح عند جارتها وتتدسى كده عشان مرت ابنها ما تشوفش حماتها وهي بتشوف ابنها، تستاهل ايه؟ طب هو لما بيجي من الشغل 15 20 سنة ما شافش أمه، ما يقولش أروح أبص على أمي، أسأل فيها أشوفها حية ولا ميتة؟ مش هوكلها ولا أشربها يا أخي. ما, توك... ما توكلهاش ولا تشربها يا أخي. أكلتك سم وشرب وميتك سم. بص عليها، راعيها، ربنا هينور طريقك وهيكرمك. لكن ترميها كده ولا كأني تعرفها، ولا كأنها ربتك ولا خلفتك، ولا كأنها تعبت عليك وسهرت عليك ووظفتك وخلتك راجل وليك بيت وخلفت. كل ده ملوش أي تمن عندك. الإحساس مات.
خلاص تيجي من شغلك. هقول لكم حاجة، الست دي كانت عاملة زي سحر. ازاي؟ هقول لكم. كان اول ما يجي من الشغل زمان زمان خالص، ما كانش فيه سخانات وحاجات من دي الا الناس المبسوطة. لكن الست دي كانت تعمل ايه؟ اقسم بالله كانت تحكي قدام والدتي والجيران والكلام ده كله. هذا ما حصل. تحط الحلة كبيرة على النار مية، اول ما يجي من الشغل تكون مجهزة له وعارفة هيجي امتى. اول ما يجي يغير هدومه، يتشطف، ياكل، يشرب، يعمل واجبه. واخدين بالكم انتوا؟ يعمل واجبه. نسي امه كل مرة كده، خلي بالكم. اهم حاجة انه يعمل واجبه، واهم حاجة انا هقولها لكم وبصراحة ومن غير كسوف. الراجل اللي زي كده، الراجل اللي زي كده ان مراته تعرف نقطة ضعفه وتدوس عليها، وهو يستجاب لها ويعمى وما يشوفش حد، ده مش راجل. والله ده ما راجل. انا اعرف ناس لما كبرت بقى، اعرف ناس مراته يعني متجوزين، مراته كانت بتضغط عليه عشان مثلا اخواته ام والكلام ده كله، كان يضربها، يقول لها امي واخواتي خط احمر، ومش هتكسر عيني بحاجه، ومش هتعرفي تميلي راسي، انتي تروحي وغيرك يجي، طالما ما ظلمتكيش وشايفك بما يرضي الله ما تتنططيش عليا وملكيش حاجة عندي. لكن هتسمع كلام النسوين وكلام اللي بيتقال، اعملي كذا وكذا وكذا عشان تعميه عن اهله. في رجالة كده، في رجالة ناصحة، في رجالة كويسة ما يهونش عليها، مش هقول اخواته، ما يهونش عليها ابوها وامها. الراجل ده رمى امه حي وميت، لدرجة ان امه ماتت ما يعرفش انها ماتت، مشي وراها زي الغريب. يرضي ربنا؟ ان كان يرضيكوا اسكتوا، كان يرضيكوا اسكتوا، ما تعملوش زي الست دي. خلوكوا أصلة، خلوكوا كويسين، راعوا ربنا قبل ما تراعوا المخلوق. زي ما هتعملي في حماتك هيتعمل فيك، حتى لو هي وحشة راعي ربنا. مالكيش دعوة بجوزك، لو وحش جوزك مالكيش دعوة بيه، بس انت راعي ربنا عشان تلاقيه في ولادك وتلاقيه في صحتك. النهارده لينا بكرة علينا.